ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت معاكم في فيديو جديد وهنعمل مع بعض النهارده البرازق. بسكوت البرازق ده حلو جدا مع كوبايه شاي بلبن بقى كده، ودفي بقى كده الولاد. انا على فكره بعمله والدنيا كانت بتشتي بره، ولعت كده الفرن ودفيت البيت وعملت كوبايه شاي بلبن عشان الولاد يتعشوا بيه. تعالوا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه بسكوت البرازق. لو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، وما تنسيش بقى تحطي لي لايك حلو. اول حاجه جبت نص كيلو دقيق منخول. لازم قبل ما تعملي اي حاجه في الفرن انخلي الدقيق بتاعك، وحطيت عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر. يبقى نص كيلو دقيق منخول، 4 كوبايات، عليهم ذره ملح، عليهم معلقه مليانه بيكنج باودر. تمام كده. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وبعدين هجيب بولة تانية واحط في البولة التانية كوباية سكر. يا سلام بقى لو كمان تحطيها كوباية سكر بودر، هتكون احسن واحسن وافضل ليكي كمان، عشان ما تتعبيش في الخلط بتاعها. تمام. وهجيب هنا معايا كوباية زبدة الا معلقتين زبدة، بنفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق، هي الكوباية اللي حطيت بيها السكر، هي الكوباية اللي حطيت بيها الزبدة. الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ بتاعتك، هتحطي كوباية إلا معلقتين. تمام. وبعد كده بقى هجيب المضرب بتاعي. لو انت ما عندكيش مضرب كهرباء هتضربيها بالمضرب اليدوي. والأحسن بقى لو انت ما عندكيش مضرب كهرباء حطي السكر بودر. لو انت عندك مضرب كهرباء ومكسلة ان انت تطحني كوباية السكر، اضربيها كده تضربيها بقى كويس كده مع بعض لحد ما لونهم يفتح. تكوني محضرة بقى معاكي ربع كوباية زيت. الزيت اللي انتي هتحطيه يا اما 8 معالق بالمعلقة، يا اما الربع كيلو دول بيعملوا 60 جرام. تمام. قلب بقى كده الخليط بتاع الزبدة والسكر، واضرب تاني لحد ما اللون يفتح معايا خالص. لو حطيتي السكر باودر هتسهل عليكي اوي الخطوة دي. هحضر بقى كده اهو الربع كوباية زيت اللي هي ال8 معالق او 60 جرام، وهقلب كده كويس الزيت برضو مع السكر مع الزبدة. هفضل برضو اقلب فيهم لحد ما يتمزجوا كويس مع بعض واللون بيفتحها اكتر، اهو زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى بضاية احطها. البضاية طبعا ما تكونش في التلاجة، ومعلقة خل صغيرة، وكيسين فانيليا. طبعا لازم عشان البيض هنحط الفانيليا وهنحط الخل. وهرجع اضرب تاني، هضربهم كده مع بعض كويس برضو لحد ما كلهم امتزجوا مع بعض كويس قوي. وبعدين بقى هنجيب الدقيق بتاعنا ونحط الدقيق على المكونات اللي احنا حطيناها دي. اهم حاجة تضربي الحاجات دي مع بعضها كويس، اللي هي الزبدة والسكر والزيت، اضربيهم كويس قوي مع بعض. ولما تحطي البيض كمان تضربي كويس قوي قوي مع بعضهم عشان تخلي اللون يبقى فاتح خالص. مع السكر البودر هتديكي زي فوم كده، ما تقلقيش، ده كويس جدا للبسكوت. حطيت بقى الدقيق اللي هما النص كيلو دقيق، عليهم معلقة البيكنج باودر وذرة الملح. وجبت هنا معايا نص كوباية لبن. نص كوباية اللبن هنستخدمها كلها. تمام. بس هتنزلي بحبة حبة الأول، وتفضلي كده بإيديكي كده تدمجي كل الدقيق ده مع اللبن. انزلي بس حبة بحبة الأول. تفضلي بقى كده تحطي حبة اللبن حبة حبة لحد ما تخلصي النص كوباية. طبعا اللبن يكون مغلي قبل كده، وهتجيبي لبن ساقع وتحطيه، لا اللبن لازم يكون مغلي وبارد. تمام. كن انت غلياه وسايباه برد، تاخدي منه نص كوباية وتبدأي بقى تشتغلي بيها زي ما انا عملت كده. او هفضل بقى كده الم في العجينة بتاعتي لحد ما العجينة تبقى كلها مع بعضها كده كورة. هجرب كده حتة، لو لقيتها بتشق هروح مكملة ان انا ايه اخدمها تاني. خلاص كده العجينة طرت معايا، بقت زي الفل. هجيبها كده احط كيس وادخلها بقى التلاجة لمدة ساعة. ممكن بقى في جو الشتا ده كمان تاخد نص ساعة. هجيب بقى هنا طبقين، طبق فيه سوداني مجروش وطبق فيه سمسم. لو انتي عايزة تستغني عن خطوة السوداني دي ما تحطيش فيها سوداني عادي، ما تحطيش فيها سوداني. بعد كده نص ساعة بالظبط، لان الجو ساقع بقى قلتلكوا انا بعملها والدنيا بتشتي. هجيب بقى كده العجينة بتاعتي وافردها بقى كده على البلانشة. افرديها على قد ما تقدري، لان هي لسه هتعلى معاكي عشان فيها بيكنج باودر. تمام.
اجيب العجينه كده بقى وافضل افرد فيها، وبعدين اقطعها. لو انتي ما عندكيش قطعات قطعيها بكوبايه، قلبي كوبايه كده وقطعي بيها. شوفي بقى كوبايات صغيره، كوبايه كبيره، اعملي المقاسات اللي انتي عايزاها. يعني مش هتغلبي، هتقطعيها زي ما انتي عايزه. ممكن تقطعيها يعني بايديكي كده، تقطعيها كور صغيره وبتبططي كده بايديكي زي ما انتي حابه يعني. شوفي بقى انتي عايزه تعمليها ازاي واعمليها. هي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. البرازق والله العظيم ريحته كانت فظيعه في البيت، والقرمشه، وكان طعمه جميل. انا كنت في الفرن وسالته بكام لو سمحت، عشان انا بحب جدا بسكوت البرازق. قال لي ب140 جنيه. فاعطاني واحده دقتها. اللي انا عملته احسن والله العظيم من اللي دقته في الفرن. اللي انا عملته كان فيه قرمشه كده. انا كنت عايزه اسمعكم صوت القرمشه كده وانا باكل. الحته اللي كلتها في اخر الفيديو كانت حلوه قوي. اللي انا بقى كلتها عنده في المخبز والله ما كانت بتقرمش كده. كان طعمه بصراحه حلو قوي. وبعدين بكوبايتين، باربع كوبايات دقيق اللي هو نص كيلو دقيق، عملت 2 كيلو ونص. الكيلو بره ب140 جنيه. شوفوا انتوا بقى، يعني حاجة كده ما شاء الله خير في البيت. الولاد بقى وقت ما يحبوا بقى رايحين جايين سبته لهم على الترابيزة بقى، رايحين جايين ياكلوا منه بعد بقى ايه ما اتعشوا منه مع الشاي بقى. اهي بقطعها وراح مبططاها تاني كده، وراح ضيفاها كده في السمسم او في السوداني، وراح حطاها في الصينية. الصينية حابة تضيفي فيها ورقة زبدة ماشي، حابة تدهنيها حتة زبدة ماشي. بس انا الصاج التاني اللي عملته والله ولا حطيت فيه زبدة ولا حطيت فيه اي حاجة، حطيته كده بس. اول صاج ده كنت دهناه زبدة. حطي بقى كده وحطي فرق بينهم علشان خاطر ايه، العجينة لسه ايه هتنفش معاكي يعني في الفرن. خلي فيه فرق بينهم كده. ودي كمان اهي اللي بالسوداني. هتجيبيلك بقى ب10 جنيه سمسم كده ولا حاجة وتخليه عندك، وتعملي بيه بقى البرازق 2 كيلو ونص من 4 كوبايات. زي الفل بجد وحلو قوي. انا عملت اول حاجة برازق كبيرة، وبعدين بقى رحت جايبة القطاعة الصغيرة وعملت كمان برازق صغيرة. قلت بقى عشان خاطر ابني اعمل بقى ايه اللي هو الشكل كمان اللي بيتباع في الفرن. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، وفي 10 دقايق وانت واقفة هتعمليها. حاجة كده للولاد وايام المذاكرة ياكلوها كده حلوة قوي. وحتى طول الشتاء لو انت تعملي لك كده كوبايتين كوبايتين فهتبقى حلوة قوي معاكي. دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 180. ما خدتش بالظبط يعني في الفرن بتاع ربع ساعة وكانت طالعة كده بالحلاوة دي. سبتها بردت، وبعد ما بردت بقى كده رحت ايه بدأت ان انا امسكها. بصوا بقى كده انا عمالة اكل فيها لان انا بصراحة من عشاق البرازق، بحب البرازق قوي. حلو قوي والقرمشة فيها حلو قوي. الصوت طالع بس الولاد كانوا عاملين جنبي دوشة. كنت عايزة اسمعكم صوت القرمشة بتاعتها بس الولاد كانوا عاملين دوشة جامدة. تبرد خالص بقى ابدأي بقى فضيها في حاجة كده وسيبيها لولادك بقى يفطروا منها يتعشوا منها. حلو قوي، او ياكلوا منها طول النهار هم بقى ايه رايحين جايين كده، واللي قاعد بيذاكر ياخد له 2 كده في طبق. طعمه بصراحة حلو قوي. ويعني بره سعره غالي. الحاجات دي بقت بره غالية قوي. يا جماعة اعملوا في البيت الحاجات دي لولادكم ووفروا الفلوس اللي احنا بنشتري بيها من بره. اشوفكم على خير في فيديو جديد.